أحمد شرع وصل للحكم ليمكن إسرائيل من الدخول إلى الداخل السوري، متعدين الجولان ومسيطرين على 6 قرى دروز ومسيحيين غير جبل الشيخ. 6 قرى دروز سيطروا عليها، غير واحدة مسيحية، قرية مسيحية، غير جبل الشيخ. اليهود دشوا أكثر من 40 كيلو في بلد أنت كنت تقول خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. أول ما دخلت يا جيش محمد دخلت معاك الإسرائيليين 40 كيلو. حتى ما طلع بتصريح يستنكر دخول إسرائيل، تصدقون؟ يعني يطلع بلقاءات وأي واحد يحاكي يجاوب ويطلع في المواقع الإلكترونية. اسمع شغلة على عكس مصدر القلق كان فيها هو تواجد ميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، ووجود النظام نفسه بقائمة ممتازة اللي شايفينها اليوم. يقول لا يقلقني وجود إسرائيل، يقلقني بس الإيرانيين والنظام اللي هو ربع بشار، بس الإسرائيليين ما يقلقونه. 40 كيلو خذوا عادي، عنده خذوا جبل الشيخ عادي، 6 قرى درزية خذوها عادي، قرية مسيحية عادي. جبل الشيخ يكشف كل الدول المواجهة لإسرائيل، كلها يكشفها. هذا يخلينا نفكر لحظات شنو علاقة هذه الفصائل بتركيا وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. أنا يعني حتى الآن مؤيدينه اللي فرحانين فيه، هذول اللي يصفقون فرحانين إن كانوا سوريين أو غير سوريين أو إخوانشية أو ما أدري إيش، تحررت سوريا كل بما فيهم الكويتيين والسعوديين والإماراتيين والقطريين والدنيا كلها، هذه اللي فرحانة فيه. ما أشوف أحد فيهم استنكر أن كيف سكت عن دخول إسرائيل 40 كيلو بينها وبين دمشق 20 كيلو بس. ما حد استنكر، ولا كأنه مجرد زكاتي دشوا وصلوا زكاتي، ولا جابوا سيرة. حتى اللي باركون له واللي فرحانين وأخيرا تحررت الحمد لله سوريا وانتصرت سوريا والسوريين أحرار اليوم، هم أي أحرار ملبس مذيعة حجاب وحاط لكم نشيد داخل ويقول أنا تغيرت. وين تغيرت؟ قصرت لحيتك بس. أنت حتى لو تتغير جمهورك يجبرك ترد غصب. جمهورك اللي دخل معاك واللي صعدك واللي سواك رئيس يغيرك غصبا عليك، يقولون هو قوي. واحد قال لي لا هو أنتم ما تعرفون، ذاك اليوم في مساحة أنا سويتها، فواحد دخل قال لي لا أنتم ما تعرفون شخصية قيادية قوية هو يغيرهم. مروا علينا قياديين بالهبل، قواعدهم تجبرهم على أن يمشون في سلوك يختلف. في واحد من النواب الكويتيين عندنا كان سلوكه ماشي حاله، القاعدة مالته لما بدأ يستعطف القواعد خلته يروح من عرة ما لها معنى أصلا، ما أدري شنو. اليهود دشوا أكثر من 40 كيلو في بلد، وأنت يا أحمد شرع ساكت. أنت وزلمتك على الصامت، صحيح؟ دحج هين تقول لك ليش يابا هيك؟ من شان الله احكي. شو أحمد يا ول أحمد يا ول. لا أحمد مواليد الجولان، شو كان قاعد هناك يمهم. أحمد يا ول، شو نسيتوا القضية؟ يا أخي بلدك اللي أنت انولدت فيه جولان خذوها كلها، بلعوها كلها. صرتوا أنتوا إسرائيل أولاد عم الحين. أنا أقول الإسرائيليين أولاد عمنا تسموني صهيونية، صح؟ أنا ناديت في التطبيع ما طبعت، ناديت صرت صهيونية. أنتوا أسقطتوا نظام ودخلتوا حكمتوا بلد وخليتوا إسرائيل تدش 40 كيلو، وقائدكم يقول مو شغلي، ما يهمني أنا دشوا ولا ما دشوا، يعني مو مهم. أنا مركز في الإيرانيين، مو مركز في الإسرائيليين يدشون ما يدشون، مو مهم عندي الإسرائيليين يدشون، وأنا الصهيونية. تكفى يدوا لهم الشرع، هو يقول مالي شغل، أنا مالي شغل، أنا ما بهتم بهالأشياء. مصدر القلق كان فيها هو تواجد ميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، ووجود النظام نفسه بقائمة ممتازة اللي شايفينها اليوم. قايل له تحكي بصوت واطي وخليك مؤدب.
تحكي كذي. يعني هذا يعني بغير الصورة الذهنية مالته. صورة واحدة من الفيديوهات اللي تنزل وهو ماسك سكين ويقتشها بواحد ذبحه تنسينا هالتسهوك. يعني تحكي كذي كنا واحدة مستحية منزل عينه. تكفى شغلة تكفى لقاء، خليه يشتغل وانا يمه. تكفى تقدر ثواني شغله. بس هو يقول لا انا غير مهتم انا في الكلام. انا ما يهمني، انا يهمني شو اسمه النظام والايرانيين بس. انا يعني ما بهتم بالاشياء. خلي ياخذوا 40 كيلو 50 كيلو. ايوه هي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناوي تدخل في حروب اطلاقا. بالعكس مصدر القلق كان فيها هو تواجد ميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالمجازر اللي شايفينها اليوم. ما يهمني، خلي ياخذوا كل واحد شويه 40 كيلو صح؟ اعطوهم 60 70 دخلوهم دمشق. خلوا ابو يائير يصلي في مسجد الاموي. استغفر الله. ابو يائير طبعا هذا نتنياهو عم هذولا، عم هذولا النصرة وداعش والقاعدة هذا عمهم أبو يائير. ونعم والله أبو يائير.